الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. هنكمل مع بعض كورس الاجر ادمنستريتور الايزد 104. كنا اشتغلنا قبل كده الكورس من البداية، واحنا حاليا في الجزء الخاص بالستورج، وخلصنا الجزء الخاص بالاجر فايل شير، وهنتكلم النهارده على الاجر فايل سينك. قبل اي حاجه ما تنسوناش من الدعم، لايك وشير وتعمل سبسكرايب في الشانل، واي استفسار الاكونتس بتاعتي كلها موجوده، السوشيال ميديا بتاعتي موجوده تحت كلها على في الديسكربشن بتاع الفيديو. اي استفسار انا تحت امركم. والاستفسار الخاص بكورسات الاونلاين رقم الموبايل موجود، تقدروا تتواصلوا معايا واتساب على اي تراك انتوا محتاجينه. ويلا بينا نبدا نشوف مع بعض السيشن بتاعت النهارده هنتكلم فيها على ايه. هنتكلم على الاجر فايل سينك. باختصار شديد احنا عملنا الاجر فايل شير، والاجر فايل شير ده احنا بنعمل فولدر شير على الاجر، والفولدر الشير ده موجود على الاجر، وتقدر تعمل له ربط بالسيرفر او بالكلاينت او باي جهاز، سواء ويندوز سيرفر او ويندوز كلاينت، لينكس كلاينت او سيرفر، ماك، او اي جهاز تقدر تعمل اتاتشمنت للفايل شير ده از ماب نتورك درايف وتقدر تستخدمه. لكن القضيه دلوقتي في الاجر فايل شير ان طول ما الانترنت شغال مفيش عندنا مشكله، احنا تمام وبنقدر ناكسس ده. طب دلوقتي قابلتنا مشكله، الانترنت فصل او المكان اللي انا فيه ما فيهوش انترنت. طب انا هشتغل ازاي؟ فهنا مايكروسوفت عملت الاجر فايل سينك، وده خاص فقط بالويندوز سيرفر. الاجر فايل سينك هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اجر فايل شير، ولكن بيبقى ليه كلاينت بينزل اسمه الاجر فايل سينك كلاينت، بينزل على السيرفر، وبتتربط النود دي بحاجه اسمها السينك جروب، تقدر تعمل سينك بتوين مالتيبل سيرفرز. يعني انا عندي مثلا فايل سيرفر 1 وفايل سيرفر 2 وفايل سيرفر 3، الثلاثه انا ممكن اوسع المساحه بتاعتهم في الشير عن طريق الاجر فايل سينك. طب ده بيتعمل ازاي؟ هنشوف في السيشن اللي جايه لاب تفصيلي بيشرح الكلام دوت بالتفصيل، ولكن هو باختصار شديد ان احنا بنكريت ستورج اكونت، ومن جوه الستورج اكونت ده بنكريت اجر فايل شير. بعد كده بنكريت الفايل شير دوت، بنبدا نعمل سيرفر ويندوز سيرفر، والويندوز سيرفر ده بننزل عليه الاجر فايل سينك، وبنعمل له بريبريشن وبنعمل له سيت اب. بعد كده بندخل نعمل ساين ان بالاجر اكونت بتاعك، تبدا تديله الستورج اكونت بتاعك والشيرد فولدر الاجر فايل شير اللي انت عملته، وبعد كده بتديله السينك جروب. بعد كده بيبدا يعمل، بنضيف السيرفر ده از اند بوينت، وبيبدا يعمل الريبليكيشن بين الويندوز سيرفر والكلاينت، وتديله ممكن تديله بارتيشن يعمل عليه سينك. طب ده هيفرق برضو معايا في ايه تاني؟ هيفرق مع حضرتك ان ده هنا مثلا الملفات دي هنا مثلا في الاجر ده برانش اوفيس، ده مثلا سياتل، ده مكسيكو سيتي، ده ميونخ، كل دول على الاجر فايل شير ده. فالاجر فايل شير ده كلهم شايفين الاجر فايل شير ده. طيب الاجر فايل سينك بقى بيعمل ايه؟ ان انت بيبقى عندك جزء اوف لاين والباقي اونلاين، جزء اوف لاين والباقي اونلاين. يعني انت بتعمل كلاود بوليسي، عليه هناك، ان انت تقدر تقول مثلا الملفات اللي محدش استخدمها بقاله شهر طلعها لي على الايه؟ على الكلاود، على الاجر. هي هتبقى موجوده وظاهره في البرانش اوفيس في اي واحد منهم، موجوده اوف لاين، ولكن هي بتبوينت على الداتا اللي في اجر. يعني هنفترض ان ده 10 تيرا، الناس كلها دي بتاكسس 10 تيرا، حلو الكلام، عظيم. ال 10 تيرا دول منهم 1 تيرا بس الناس بتاكسسه في الشهر، يعني اكتر داتا بتتاكسس في الشهر هي عباره عن 1 تيرا. فاحنا هنعمل ايه؟ هنقول له ال 30 يوم خليهم اونلاين، خليهم تحت فين؟ في الاون بريمز تحت، يشتغلوا اوف لاين، بيبقوا موجودين هنا. طب باقي ال 10 تيرا هم موجودين؟ موجودين، لكن هم مفضيين مساحه من هنا من الاوف لاين، وموجودين بيبوينت على ايه؟ الاجر. فمجرد ان انت بتدبل كليك على ملف الوورد ده يتعمل ليها داونلود على طول. عارفين عامله زي الحاجه، زي نفس الكونسيبت بتاع الدي دوبليكيشن اللي اتعملت على الاستورج في الويندوز سيرفر. هو بيبقى الداتا موجوده هنا، وهي بتشاور بتبوينت على الاجر فايل سينك. طيب هنا بقى بيقول لك ادي الاجر فايل سينك، الاس ام بي والان اف اس والاف تي بي اس، كل دول بتقدر تشتغل بيهم. كمان ان انت الاجر فايل سينك ده دلوقتي الاجر فايل سينك سبورت از ماني كاشز يو نيد اراوند ذا وورلد، تقدر تعمل عليه كاش لاكتر حاجه. طيب
هنا بقى عندك الكلاود تيرنج. زي ما قلت لكم الكلاود تيرنج ده باختصار ان انت بتعمل ان مثلا الداتا اللي بقى لها 20 يوم محدش اكسسها، اعملها لي في التير بتاع الكلاود. طيب مثلا ان انت عايز تخلي النقطه ديت الداتا ديت محدش يستخدمها، مثلا الداتا مثلا مستخدمه، او خلي لي 20% من الداتا اوف لاين والباقي كله طلعه اون لاين، فهو اوتوماتيك عنده الجوريثم بيشتغل بيه وبيبدا يشتغل الكلام ده. طيب هنا بيقول لك شويه حاجات تبقى حاططها في دماغك وانت بتعمل الاذر فايل سينك. الليفت اند شيفت ده اللي هو اللي انت بتاخد الداتا اوتوماتيك بترميها من تحت لفوق من الاوفلاين للاونلاين او من الاون بريمسز للكلاود او للاذرز. طبعا تعمل تبقى حاطط في دماغك السبورت للبرانش اوفيس ان انت تقدر توصل لهم عن طريق الاذر ستورج بالاذر فايل سينك. لازم تعمل الباك اب والريزاستر ريكفري تبقى حاططها في دماغك، وبرده كمان الفايل اركايفنج وذ كلاود تيرنج اللي اتكلمنا عليها، ان انت ما تسيبش الداتا كلها بالكامل تبقى موجوده في الاوف لاين، تبقى تعمل التيرنج بتاع الاونلاين، وهيبان الكلام ده في اللاب لما نيجي نعمله كمان شويه. طيب بعد كده بيقول لك ايدنتيفاي السينك كومبوننت. طيب هنا السينك كومبوننت بيقول لك ايه بقى يا فندم؟ هنا بيقول لك ده الاذر باك اب، بعد هنا ده الستورج اكونت، الستورج سينك سيرفيسز، كلاود اند بوينت، ده هنا السيلز، ده الايه الاون بريم، ده ريجستر سيرفيس. طب الريجستر ده اللي هو الريجسترد سيرفر ده اللي موجود ده هنا، في عندنا دي اكاونتنج، ده سيرفر اند بوينت بيعمل الدي، وده سيرفر اند بوينت برضو الدي سيلز. ففولدر هنا اسمه اكاونتنج وفولدر هنا اسمه سيلز. بيبقوا موجودين فين؟ بيبقوا موجودين معمول ليهم اند بوينت على الستورج اكونت، والسينك سيرفيسز دي بتاخد الداتا دي ترميها على الستورج اكونت. طب بترميها فين؟ بترميها في دبل باك سلاش اكاونتنج ودبل باك سلاش سيلز. فاحنا هنعمل الكلام ده عملي وهيبان. فبيبقى موجود الداتا هنا لمده مثلا 20 يوم 30 يوم 40 يوم زي ما انت حضرتك هتعمل التيرنج بتاعك، والباقي هيرميه على الكلاود عن طريق الاذر فايل سينك. زي ما احنا قلنا الكومبوننت بتاعتك انت بتعمل الستورج سينك سيرفيسز، بنعمل سينك جروب، بعد كده بنريجستر سيرفر، وبعد كده الاذر فايل سينك ايجنت ده اللي بينزل على الويندوز سيرفر، وبعد كده بتعمل له الكونفيجريشن بتاعته زي ما هنشوف، السيرفر اند بوينت والكلاود اند بوينت اللي هو ترمي عليها الكلام ده كله، وبعد كده بتربط الاثنين ببعض اللي هو الاذر فايل سينك اللي عملناه على الاذر بالويندوز سيرفر ماشين اللي هي موجوده اون بريم او اي ويندوز سيرفر ماشين، سواء موجوده اون بريم او سواء موجوده على الكلاود. فاحنا ده الترتيب بتاع الديبلوينج اللي هنبدا نعمله لاب عملي في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. ان انت هتديبلوي الستورج سينك سيرفيسز، وبعد كده هتبريبير الويندوز سيرفر وهنستور الاذر فايل سيرفر ايجنت، وبعد كده هنريجستر الويندوز سيرفر عشان يتحط جوه الفيرتشوال اللي جوه الاذر فايل سينك ويتحط جوه السينك جروب. ودي الخطوات اللي هنعملها في المحاضره اللي جايه، وهنعمل لاب عملي عشان يوضح القصه بتاعه الاذر فايل سينك بالتفصيل. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ان احنا اتكلمنا على الاذر فايل سينك بشكل نظري بشكل عام، وان الاذر فايل سينك هو عباره عن اذر فايل شير، ولكن انت بتعمل اند بوينت على الويندوز سيرفر، وده متاح للويندوز سيرفر بس. الاذر فايل شير كنت بتقدر تعمله في الويندوز كلاينت والويندوز سيرفر عادي في اي ماشين، وسواء لينكس او اي حاجه من الحاجات دي، لكن هنا عن طريق الويندوز سيرفر فقط. الاذر فايل شير ده متاح اونلاين بس، يعني لازم من خلال الانترنت. الاذر فايل سينك ده انت بتعمله جزء منه بيبقى اوفلاين والباقي بيكون اونلاين على حسب الكلاود تيرنج اللي انت بتعمله، سواء ان انت هتقول مثلا فضي لي 20% او 30% تبقى موجوده اوفلاين والباقي يبقى موجود اونلاين على الاذر فايل سينك، او ان انت تقول له مثلا الداتا اللي محدش يستخدمها لمده 30 يوم اعملها لي وارفعها لي على الكلاود وخليها بس البوينتر بتاعها بس اللي موجود تحت اون بريم. السيشن الجاي ان شاء الله هنعمل لاب عملي بيوضح الكلام دوت بالتفصيل. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولو عاوز اي استفسار او اي حاجه الاكونت بتاعتي موجوده تحت في الديسكربشن بتاع الفيديو، واللينك بتاع المحاضره برضه هتلاقوه موجود تحت في الفيديو. بالتوفيق للجميع باذن الله، ربنا يوفقكم جميعا يا شباب، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.